أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مادة العلوم. نستكمل سويا التفاعلات الكيميائية وأنواعها وأثرها في حياتنا إن شاء الله. نبدأ إن شاء الله اليوم الحلقة بانحلال الحراري لبعض هيدروكسيدات الفلزات. تنحل بعض الهيدروكسيدات الفلزات إلى إيه؟ إلى أكسيد فلز وتصاعد بخار الماء. يبقى الهيدروكسيد دايما يدي أكسيد فلز وتصاعد بخار الإيه؟ الماء. ناخد أمثلة لها. CuOH الكل 2 ده رمز إيه يا أبطال؟ ده رمز هيدروكسيد النحاس. لما بنحل بالحرارة إلى CuO أكسيد نحاس زائد H2O اللي هو بخار الماء. يبقى كمان مرة يا أبطال دائما الهيدروكسيدات تنحل إلى أكسيد الفلز وبخار الماء. أول مثال لها خدناه اللي هو CuOH الكل 2 هيدروكسيد نحاس، انحل الأكسيد نحاس وتصاعد بخار الماء. لاحظ كده عندي CuOH الكل 2 ده هيدروكسيد نحاس. لما نحل أكسيد نحاس CuOH2O نخلي بالنا من الألوان. هيدروكسيد نحاس لونه إيه يا أبطال؟ لونه أزرق. طيب بينحل أكسيد نحاس لونه إيه يا أبطال؟ لونه أسود. طيب وتصاعد بخار الماء، وطبعا بخار الماء ده عديم اللون. يبقى خلي بالك من التجربة مهمة جدا. هيدروكسيد النحاس لما بينحل بالحرارة إلى أكسيد نحاس أسود وهو أصله كان أزرق، إذا بتختلف الألوان في عند الانحلال الحراري. علل، سؤال مهم جدا بيجي في الامتحانات. تكون مادة سوداء عند تسخين هيدروكسيد النحاس الأزرق. ليه بتتكون مادة سوداء لما بسخن هيدروكسيد النحاس الأزرق؟ لأنه ينحل بالحرارة إلى أكسيد نحاس أسود ويتصاعد بخار الماء. دي طبعا دي سؤال تطبيقي على تجربة انحلال هيدروكسيد النحاس. الانحلال الحراري لمعظم كربونات الفلزات. طبعا هنا كلمة معظم، هو في بعض الكربونات لا تنحل؟ طبعا في بعض الكربونات لا تنحل، أشهرها كربونات الصوديوم تنصهر ولا تنحل. طب ناخد مثال. تنحل معظم كربونات الفلزات الى اكسيد فلز وتصاعد غاز ثاني اكسيد الكربون. الهيدروكسيد ادى اكسيد فلز وتصاعد بخار الماء، انما الكربونات تقعد اكسيد الفلز ويتصاعد غاز ثاني اكسيد الكربون اللي هو الكربون دايوكسيد CO2. ناخد مثال كده يا ابطال. كربونات النحاس رمزها ايه؟ CuCO3. طيب تنحل بالحرارة الى ايه بقى؟ CuO اكسيد نحاس زائد مين؟ CO2 اللي هو ثاني اكسيد الكربون، وهعرف هكشف عنه ازاي دلوقتي. هنا في التجربه اللي قدامنا مهم جدا. اللي قدامي ده يا شباب هو فعلا المركب اللي خدناه دلوقتي، الكربونات الايه؟ النحاس اللي موجوده عندي. لما بسخنه حراريا يا شباب على لهب بنزين بهذا الشكل يا شباب، هيبدا لونه زي ما انت شايف كده يتغير. لاحظ انت تغير هذا اللون اهو. ليه؟ لأنه تحول لأكسيد كالسيوم. بدل لون يسود اهو شوية، أو أكسيد نحاس. أكسيد النحاس اللي عندي لو كالسيوم أكسيد كالسيوم، لكن ده أكسيد نحاس. لاحظ أنت اللون بدأ يسود فعلا أهو. دليل على إيه بقى؟ دليل على تكون وحدوث هذا التفاعل. يبقى خلي بالك، الانحلال معناه تحوله إلى مركب آخر أقل منه في التركيب الجزيئي أو إلى عناصره الأولية. أو بدل اللون فعلا يتغير أهو يا شباب. ملاحظين يا شباب؟ خلي بالك، مهم جدا إنك تعرف ان ازاي بيتم التفاعل بهذا الشكل. واحنا بنلاحظ طبعا ان تحلل كربونات النحاس بهذا الشكل يا شباب ويتحول الى اكسيد نحاس وثاني اكسيد الكربون. نرجع تاني للمعادله. CuCO3 اللي هي كربونات النحاس بينحل بالحراره الى CuO اكسيد نحاس وتصاعد غاز ثاني اكسيد الكربون. بنلاحظ طبعا كربونات النحاس الخضراء تتحول الى اكسيد نحاس لونه اسود ويتصاعد غاز ثاني اكسيد الكربون اللي هكشف عنه حالا. وهعرف ان لما اكشف عنه ازاي، هكشف عنه انه بيعمل ايه. ثاني اكسيد الكربون ده يعكر ماء الجير الرائج اللي هي هيدروكسيد الكالسيوم، يحولها الى كربونات كالسيوم. يبقى هنا السؤال، كيف تكشف عن غاز ثاني اكسيد الكربون؟ هكشف عن غاز ثاني اكسيد الكربون انه يعكر محلول ماء الجير الرائج. ما هو محلول ماء الجير الرائج ده يا شباب؟ اللي هو ايه؟ اللي هو هيدروكسيد الكالسيوم. عندما يمر فيه غاز ثاني اكسيد الكربون يتحول الى العكير اللي هو كربونات الكالسيوم. سؤال علل. تتكون مادة سوداء عند تسخين كربونات النحاس الخضراء بشدة. طبعا المادة السوداء عرفناها يا ابطال،
برافو عليكم، اللي هو اكسيد النحاس الاسود. يبقى اذا فعلا اجابه السؤال ده لانها تنحل بالحراره وتكون اكسيد النحاس الاسود ويتصاعد غاز ثاني اكسيد الكربون الذي يعكر ماء الجير الرائق. رابعا الانحلال الحراري لمعظم كبريتات الفلزات. كبريتات فلزات زي ما قلت لكم هي عباره عن ايه؟ عباره عن مجموعه الكبريتات اللي هي SO4 الثنائيه ترتبط بفلز زي المغنيسيوم Mg، زي الكالسيوم Ca، زي الالومنيوم Al، زي الحديد Fe، زي النحاس Cu، وهكذا. طيب ايه اللي بينتج من هذا الانحلال الحراري؟ تنحل معظم كبريتات الفلزات بالحراره الى اكسيد الفلز ويتصاعد ثالث اكسيد الكبريت. لاحظ هنا قلت لك ثالث مش ثاني هنا، لان خلي بالك كبريتات ينتج ثالث على طول. طيب لاحظ بقى معايا في المعادله اللي جايه دي يا شباب. بنلاحظ في المعادله دي يا شباب عندنا CuSO4 دي اللي هي كبريتات النحاس تنحل بالحراره، سهم عليه مثلث الانحلال الحراري، يتكون اكسيد النحاس اللي هي CuO زائد SO3 اللي هي ثالث اكسيد الكبريت. اكسيد النحاس لونه يا ابطال طبعا خدناه قبل كده ومر علينا، اسود تمام التمام. طيب بنلاحظ هنا طبعا، لاحظ هنا في التجربه العمليه قدامك هي طبعا كيمياء معناها تجربه عمليه. كبريتات النحاس لونها ازرق فاتح قليلا، هيبدا طبعا مع الحراره بنلاحظ طبعا التسخين يعني ايه؟ يعني انحلال حراري. هيبدا يتكون مركب اكسيد النحاس طبعا وتصاعد غاز ثالث اكسيد الكبريت، وده احد اكاسيد الكبريت لو تصعد للهواء بيكون الامطار الحمضيه اللي بتعمل تآكل في المباني لو نزلت مع الامطار الحمضيه وخاصه في المدن الصناعيه. لاحظ هنا طبعا بيحصل فيه تغير لمركب كبريتات النحاس اللي عندي، بدا لونه يتغير فعلا اهو، وبدا ايه؟ يسود قليلا طبعا. وكل ما زاد التسخين كل ما كان او تغير لون الاكسيد الناتج وازداد اكثر في اللون الاسود طبعا. ودي طبعا مهمه جدا عشان تعرف نواتج التحلل او الانحلال الحراري يا شباب لازم ينتج عنه يا شباب، لازم ينتج عنه عباره عن تغير لون لانه تكون مركب اخر. ايه المركب الاخر يا شباب؟ اللي هي اكسيد الايه؟ النحاس، اللي لونه طبعا مميز بالاسود، وبعدين يتصاعد غاز ثالث اهو. طبعا الغاز المتصاعد ده هو غاز ثالث اكسيد الكبريت مع طبعا هيحصل فيه اللون يصبح اكثر دكونه كلما زاد التسخين. طبعا لو جالك سؤال في الامتحان وقال لك علل ظهور لون اسود عند تسخين كبريتات النحاس الزرقاء، احنا عرفنا قبل شويه ليه يا شباب؟ لانها تنحل بالحراره الى اكسيد نحاس اسود ويتصاعد غاز ثالث اكسيد الكبريت اللي احنا قلنا عندنا بيسبب الامطار الحامضيه وخاصه في المدن الصناعيه اللي تسبب تآكل واجهات المباني. كيف تتكون الامطار الحمضيه وما هي اضرار؟ خلي بالك المطر اصلا بيتكون ازاي يا شباب؟ المطر ده يتصاعد بخار الماء الى طبقات الغلاف الجوي الاولى وتكون السحب، ثم تتكثف او تتكاثف يعني تكتر السحب شويه، ثم يحصل ايه؟ تشبع ببخار الماء، فالسحابه ما تقدرش تشيل بخار الماء فبتسقط الامطار. ولكن في بعض المدن الصناعيه بيتصاعد في بعض المصانع غاز زي غاز ثاني اكسيد الكربون او ثالث اكسيد الكبريت فيتشبع بقى بخار الماء. يوم المطر لما ينزل اسمه مطر حمضي. في هذه الحاله الامطار الحمضيه زي ما احنا قلنا تنتج من ايه وتتكون من ايه؟ تفاعل ثالث اكسيد الكبريت مع بخار الماء وتكوين حمض الكبريتيك السلفوريك اسيد اللي احنا بنسميه H2SO4 رمزه، يسبب ضرر للمنشآت وواجهات المباني نتيجة سقوط الأمطار الحمضية. طب ركز شوية، المعادلة دي اللي بيحصل ثالث أكسيد الكبريت اللي هو SO3 بيذوب في من بخار الماء اللي هي السحاب اللي عندي اللي هو داخل السحاب نفسه، يكون H2SO4 اللي هي حمض الكبريتيك. طبعا بيكون تركيزه قليل، ولكن طبعا لما بيسقط مع الأمطار يسبب ضرر للمنشآت وواجهات المباني داخل المدينة. تنحل نترات الفلزات الى نيتريت الفلز وغاز اكسجين. خلي بالك عندي ده انحلال اخر، احنا خدنا الاكسيد
او خدنا الاكاسيد، خدنا الكربونات، خدنا الكبريتات، وبعدين في عندنا هنا النترات. نترات دي مجموعه النترات NO3. اشهر مركب عندي نترات الصوديوم NaNO3، 2 جزيء منه يعني 2NaNO3، ينحل بالحراره الى ايه بقى؟ الى 2NaNO2 زائد O2. طب ال NaNO2 اسمه ايه بقى؟ اسمه نيتريت. خلي بالك النترات رمزها NO3، طب والنيتريت رمزها NO2. طيب ايه اللي بيطلع منها؟ بيطلع منها جزيء الاكسجين. واحد يقول لي يا استاذ ما هي طلعت ذره. ما هي الذره المفرده اول ما تطلع الهواء الجوي تاخد لها ذره اختها من الهواء الجوي وتكون جزيء الاكسجين اللي هي الأو2. اذا انحلال نترات الفلزات زي نترات الصوديوم ينحل الى نيتريت الفلز، ويتصاعد غاز الاكسجين الذي يساعد الاشتعال ويزيد اشتعال شظيه مشتعله. هنا طبعا قدامك هي النترات الايه يا شباب؟ نترات الايه؟ الصوديوم. هتلاقي لونها ابيض، تمام؟ مع التسخين بيحصل تغير طفيف، يصبح لونها ابيض مصفر، يعني مش اصفر كامل، لا ده هي بيصبح لونها ابيض مصفر. ده اسمه انحلال. يبقى تنحل نترات الصوديوم البيضاء اللون، بيضاء اللون الى ايه بقى؟ الى نيتريت الصوديوم اهو، اللي هو ايه بقى يا شباب؟ بيحصل التفاعل قدامك اهو، اللي هو لونه ابيض مصفر، يعني يبدا يصفر قليلا. ليه بقى؟ لانه تحول من نترات الى نيتريت، وهذا التفاعل طبعا احد تفاعلات الانحلال الهامه. ولذلك يا شباب في حياتنا بنلاحظ اصفرار بعض الملابس البيضاء بمرور الزمن. ليه؟ لان فعلا حصل فيه عمليه انحلال بهذا الشكل. يبقى اذا ده التفاعل قدامنا، انحلال نترات الصوديوم البيضاء الى نيتريت اللي لونه ابيض مصفر، يعني يصفر قليلا مع التسخين. كلما زاد التسخين كلما زاد الايه يا شباب؟ زاد الاصفرار طبعا بهذا الشكل. ننتقل لنقطه اخرى، سؤال اخر كده، ما اثر الحراره على نترات البوتاسيوم؟ احنا خدنا قبل كده نترات الصوديوم، ما الصوديوم والبوتاسيوم من المجموعه الاولى يعني اخوات، يعني نترات الصوديوم هي اخت نترات البوتاسيوم، بس الفرق في الرمز بس. نترات البوتاسيوم تنحل بالحراره، نترات البوتاسيوم الى ايه؟ الى نيتريت بوتاسيوم وتصاد غاز الاكسجين. طيب هذا التفاعل نترات البوتاسيوم رمزها ايه؟ KNO3. طب فيها كام جزيء؟ 2، يعني 2 جزيء. 2 جزيء من KNO3 اللي هي نترات البوتاسيوم تنحل بالحراره الى 2 جزيء من K2KNO2 اللي هي نيتريت البوتاسيوم، يزيد اشتعال شظيه مشتعله او عود ثقاب مشتعل، عود كبريت مشتعل. مهم جدا العنوان قدام ده يا شباب. هو احنا بندرس العلم ليه؟ يعني ما اهميه دراسه العلم؟ دراسه العلم يا شباب ليه؟ للاستفاده وافاده المجتمع، حتى نفيد مجتمعنا وعالمنا الذي نعيش فيه. العلم والتكنولوجيا اللي هي مهم جدا ان العلم والتكنولوجيا تسبب ايه يا شباب؟ لازم رقي المجتمع ان شاء الله. اول حاجه في العلم والمجتمع ده يا شباب الوساده الهوائيه. طيب كلمه وساده باللغه العربيه معناها ايه؟ تمام، المخده اللي عندنا في البيت، ولكن الوساده الهوائيه اللي عندنا دي غير مخده البيت خالص. كلمه وساده هوائيه في السيارات الحديثه يا شباب، في مقود السياره، المقود السواقه، الدركسيون بتاع السياره، في ايه يا شباب؟ في السيارات الحديثه داخل المقود ده او الدركسيون ده يا شباب في كيس قابل للانتفاخ. داخل المقود ده في ماده اسمها ايه؟ ازيد الصوديوم. يوجد داخلها جهاز استشعار. جهاز الاستشعار ده بيعمل ايه؟ بيعمل فقط عند الحوادث. يعني لا سمح الله لو حصل اي حادث بالنسبه للسياره، اصطدام بالنسبه للسياره، ايه اللي بيحصل؟ عشان تحمي السائق من خطر الاصطدام ده يحصل للكيس ده يحصل له ايه؟ هينتفخ من المقود ده وبعدين يحمي السائق. اهميتها ايه بقى الوساده دي يا شباب؟ وسيله امان هامه في المواقف الطارئه. المواقف الطارئه يعني الحوادث او الاصطدام. طيب يبقى وسيله امان هامه لقائد السياره في المواقف الطارئه، لانها تعمل على حمايه السائق عند الاصطدام، حمايه وجه السائق وجسم السائق حتى لا يضر باذن الله. فكره عمل الوساده الهوائيه اللي موجوده فين يا ابطال؟ في مقود السياره.
في دركسيون السيارة، في السواقة بتاعت العربية. ايه اللي بيحصل؟ فكرتها ايه؟ عند حدوث اصطدام السيارة او انخفاض سريع ومفاجئ في سرعة السيارة، ايه اللي بيحصل؟ اول حاجة الكيس بيفتح تماما، يقوم يحمي وجه السائق وجسم السائق اللي ايه، اللي هو مقابل للمقود للسواقة يعني. في مادة اسمها ايه؟ اسمها ازيد الصوديوم، رمزها ايه؟ NaN3، صوديوم ونيتروجين. بتوجد فين المادة دي؟ داخل الوسادة الهوائية. جواها ايه يا شباب؟ جواها شرر كهربي داخل هذا المقود او داخل الوسادة. الشرر الكهربي زي بتاعت بوجيه السيارة الموجود ده، يعمل ايه؟ يبدأ يحلل المادة. انا محتاج شرر كهربي عشان تحلل المادة اللي هي مين؟ الازيد الصوديوم ده. يحلل ازيد الصوديوم الى ايه بقى؟ الى صوديوم وغاز النيتروجين. طيب الصوديوم ده ماده ان ايه؟ ده صوديوم فلز عادي. امال يهمني ايه بقى؟ انا عندي يهمني غاز النيتروجين. غاز النيتروجين هو اللي ينفخ مين؟ هو اللي يعمل انتفاخ لمين؟ للوساده دي. والوساده تعمل ايه يا شباب؟ بتصطدم بمين؟ وساده هوائيه تصطدم بيه جسم السائق وراس السائق. وغاز النيتروجين ده غاز خامل يعني لا يضر السائق. اذا معناها ايه؟ معناها حماته اثناء الاصطدام بعون الله سبحانه وتعالى. طيب التفاعل ده عباره عن ايه؟ 2NaN3، ده اسمها ماده اسمها زيت الصوديوم، ينحل بواسطه الشرر الكهربي اللي جوه الوساده الهوائيه الى صوديوم، ده مركب بيكون داخل الوساده الهوائيه. ثم الاهم من النيتروجين الغاز الخامل يا شباب اللي هو 3N2. الغاز الخامل حتى دلوقتي في محطات الوقود عندنا او الناس بتوع الكاوتش اللي عندنا في حياتنا عندهم غاز نيتروجين، لانه غاز خامل بيتحمل الحراره والبروده، الحراره صيفا والبروده شتاء طبعا، معروف جدا. وهذا الغاز يا شباب اللي بيسبب حمايه السائق باذن الله سبحانه وتعالى. كيف تعمل الوساده؟ تعمل الوساده اول حاجه تمتلئ الوساده بغاز النيتروجين. احنا قلنا قبل كده الغاز اللي يطلع غاز النيتروجين الانحلال ده بسرعه سريع جدا. طب في زمن قدره قد ايه يا شباب؟ 4 ملي ثانيه. عارف يعني ايه 4 ملي ثانيه؟ يعني زمن قليل جدا جدا. طب وبعدين بقى خد الصدمه هي خلاص باذن الله حمت السائق، وبعدين تحصل ايه؟ تفرغ مباشره. ليه؟ عشان يخليه يشوف قدامه يسوق، يعني يقدر يسوق بعد كده. ثم تفرغ مباشره بعد اصطدام السائق بها. ليه؟ عشان تؤمن الرؤيه الواضحه، تخليه يشوف مره ثانيه بعد ما خد الحمد لله الصدمه عدت بخير. والحركه الصحيحه للسائق طبعا حتى يتحرك بايه؟ يتصرف في هذا الموقف. وطبعا الله سبحانه وتعالى هو خير حافظ. لو جالك سؤال قال لك عرف الوساده، ايه هي الوساده الهوائيه؟ هقول له هي كيس قابل للانتفاخ مطوي داخل عجله القياده اللي هي مقود السياره في السيارات الحديثه كوسيله امان لحمايه السائق طبعا في عند الحوادث او في المواقف الطارئه عند الاصطدام. قدامك طبعا دي نموذج لسياره. بنلاحظ هنا طبعا في حركه السيارات عند اي تصادم بهذا الشكل بنلاحظ طبعا بينتفخ طبعا الجزء اللي فيه مقود السياره، وبنلاحظ طبعا بيخرج منه يتحلل ازيد الصوديوم الى غاز النيتروجين. في هذه الحاله بينتفخ الكيس وبعد كده بيقي او يحمي السائق عند الاصطدام. وطبعا دي مهمه جدا جدا في حاله التصادم اللي احنا شايفينها دي قدامنا لحمايه السائق وانتفاخ المقود اللي عندي او انتفاخ كيس اللي هو الوساده الهوائيه اللي في مقود السياره حتى تحمي السائق باذن الله تعالى. تدريبات على الانحلال الحراري طبعا مهم جدا يا شباب. التدريبات ازاي يجي لك السؤال وازاي تجاوب عليه. اكمل ما يلي بعباره علميه مناسبه. غاز فراغ يعكر ماء الجير. ايه الغاز يا شباب؟ ماء الجير هيدروكسيد الكالسيوم. ايه اللي بيعكره يحوله لكربونات الكالسيوم؟ طبعا هو غاز ثاني اكسيد الكربون اللي هو رمزه CO2. سؤال اخر يا ابطال. يتفكك المركب بالحراره الى مكوناته البسيطه في تفاعلات. اسمي التفاعلات دي يا شباب؟ طبعا بسميها تفاعلات الانحلال الحراري اللي هي الانحلال بالتسخين. سؤال اخر 2HGO ده مين يا ابطال؟ ده اكسيد الزئبق الاحمر. ينحل بالحراره الى ايه؟ طبعا الى فراغ وفراغ اللي هي 2HG الزئبق الفضي، ويتصاعد غاز الاكسجين الذي يزيد اشتعال شظيه مشتعله. سؤال اخر CuSO4 ده مين يا ابطال؟ ده بنسميه
كربونات النحاس ولا كبريتات النحاس؟ لا، دي كبريتات النحاس، الكربونات CO3، انما CuSO4 طبعا دي كبريتات النحاس. تنحل بالحراره الى ايه يا ابطال؟ الى اكسيد النحاس الاسود اللي هو CuO، ويتصاعد غاز ثاني اكسيد الكبريت طبعا SO3. اخر يا ابطال، اختر الاجابه الصحيحه فيما ياتي. اول سؤال: تحتوي الوسادة الهوائية على مادة فراغ الصوديوم. بيديني اختيارات طبعا: كبريتات الصوديوم ولا أزيد الصوديوم ولا أكسيد الصوديوم ولا كربونات الصوديوم. لما أجي أختار طبعا بختار هي أزيد الصوديوم، وهي المادة الصحيحة. سؤال آخر: عند تسخين هيدروكسيد الفلز ينحل إلى أكسيد الفلز وبخار الماء، أكسيد الفلز وثاني أكسيد الكربون، ثاني أكسيد الكربون فقط لا تنحل. طبعا نرجع لهيدروكسيد الفلز زي مثلا هيدروكسيد الكالسيوم CaOH كله 2، لابد طبعا هتحلل الى اكسيد الفلز وبخار الماء اكيد، لان طبعا ده في هيدروكسيد هو بينتج بخار الماء. سؤال اخر: يتصاعد غاز ثاني اكسيد الكربون عند انحلال مركب فراغ بالحراره. هيديني اختيارات طبعا: هل هو مركب HGO أكسيد الزئبق، ولا مركب CuCO3، ولا مركب CuSO4 كبريت النحاس، ولا مركب CuOH كل 3 اللي هي هيدروكسيد النحاس. طبعا دي مهمة جدا يا أبطال، لازم طبعا طالما في ثاني أكسيد الكربون يبقى كربونات طبعا أكيد اللي هي كربونات النحاس طبعا. سؤال آخر: اكتب المفهوم العلمي لكل من العبارات التالية. مفهوم علمي يعني مصطلح علمي، يعني بيديك العبارة يقول لك ايه ده. كسر روابط المتفاعلات وتكوين روابط جديدة في النواتج. ده تعريف ايه يا ابطال؟ طبعا التفاعل الكيميائي. لما يقول لي عارف التفاعل الكيميائي، اقول كسر الروابط القديمة في المتفاعلات وتكوين روابط جديدة في النواتج. سؤال آخر: نوع من التفاعلات الكيميائية يتفكك فيه المركب بالحرارة إلى مكوناته الأولية. هو عاوز نوع التفاعل، طالما في تفكك يبقى اسمه تفاعل الانحلال الحراري. سؤال آخر: وضح بالمعادلات الرمزية المتزنة، لازم تكون متزنة، كل من انحلال نترات الصوديوم الحرارة. اتفقنا طبعا انحلال يا اما يدي مركب وعنصر او مركبين. NaNO3 2 جزيء 2NaNO3 بينحل بالحرارة، مثلث ده علامة الحرارة، إلى 2NaNO2 اللي هو نيتريت الصوديوم، ويتصاعد غاز الأكسجين. نترات الصوديوم طبعا لونها أبيض، يتحلل إلى نيتريت الصوديوم اللي هي لونها أبيض مصفر، ويتصاعد غاز الأكسجين. سؤال آخر: تسخين كبريتات النحاس بشدة. كبريتات النحاس رمزها CuSO4، لما تنحل بالحرارة تنحل إلى أكسيد النحاس الأسود اللي هو CuO، ويتصاعد غاز ثالث أكسيد الكبريت. كبريتات النحاس لونها إيه يا أبطال؟ لونها أزرق. طبعا أكسيد النحاس الناتج لونه أسود، ويتصاعد غاز ثالث أكسيد الكبريت اللي يسبب تلوث الجو طبعا زي ما احنا عارفين. تسخين هيدروكسيد النحاس الأزرق أو تسخين هيدروكسيد النحاس الزرقاء. طبعا هيدروكسيد نحاس الأزرق اللي هو CuOH الكل 2 ينحل إلى إيه يا أبطال؟ ينحل إلى CuO اللي هي أكسيد النحاس الأسود، ويتصاعد بخار الماء. تسخين أكسيد الزئبق الأحمر. لاحظ كده عندي أكسيد الزئبق الأحمر لونه إيه يا أبطال؟ لونه أحمر طبعا، ينحل إلى زئبق فضي ويتصاعد غاز الأكسجين. يبقى 2 أحمر ينحل بالحرارة إلى زئبق الفضي وتصاعد غاز الأكسجين اللي هو الO2. الأكسجين اللي هو الO2. علل ما ياتي. علل ما ياتي يعني اذكر السبب العلمي. يعني ليه ظهور لون أسود عند تسخين كبريتات النحاس الزرقاء؟ طبعا لأنها تنحل طبعا إلى أكسيد نحاس لونه أسود، ويتصاعد غاز
ثالث اكسيد الكبريت. ده التعليل لما يقول لي ليه بيظهر لون اسود، او لان كبريت النحاس الزرقاء تنحل بالحراره لاكسيد نحاس اسود وتصاعد غاز ثالث اكسيد الكبريت. علل ظهور لون فضي عند تسخين اكسيد الزئبق الاحمر. طبعا مهم جدا انك تعرف ان اكسيد الزئبق الاحمر ده بينحل الى الزئبق الفضي ويتصاعد غاز الاكسجين. يبقى الاجابه بتاعت السؤال لانه ينحل الى زئبق فضي ويتصاعد غاز الاكسجين. لما نقول اذكر لون كل من المركبات التاليه، عشان اذكرك باللون عشان هنبدا بيها ونستفيد بها في انواع التفاعلات الاخرى. اكسيد الزئبق لونه ايه يا شباب؟ لونه احمر طبعا، اللي بنحل لزئبق فضي. لما نقول طبعا الزئبق اللي هو الاتش جي لونه فضي اللون ناتج انحلال اكسيد الزئبق الاحمر. نترات الصوديوم لونها بيضاء، اللي بتنحل الى نيتريت صوديوم لونها ابيض مصفري. لونه اسود طبعا نتيجه انحلال من كربونات النحاس السي يو سي او 3. نيتريت الصوديوم ناتج انحلال اللي هو ابيض مصفر نتيجه انحلال نترات الصوديوم طبعا. كربونات النحاس لونها اخضر وتحول الى اكسيد نحاس اسود وتصاعد غاز ثاني اكسيد الكربون. كبريتات النحاس لونها ايه؟ لونها زرقاء وبتنحل الى برضه الى اكسيد نحاس اسود وتصاعد غاز ثالث اكسيد الكبريت. قدامك طبعا شكل قدامك هون، لاحظ كده عندك في راسب اسود وفي تصاعد ثاني اكسيد الكربون. هيسألك عليه بعض الاسئله مهمه جدا. ما نوع التفاعل؟ يعني نوع ايه؟ هل هو اتحاد؟ هل هو انحلال؟ هل هو احلال؟ طبعا نوع التفاعل تفاعل انحلال حراري نتيجه تسخين بالحراره. بنسخن المركب ده اللي اي مركب للكربونات اللي عندي يدي ثاني اكسيد الكربون، طبعا بسميه انحلال حراري او باستخدام الحراره. ما اسم الماده التي كانت في الانبوبه قبل التسخين؟ طالما طلع ثاني اكسيد الكربون اللي هو سي او 2 يبقى الماده دي كربونات فلز، ايا كان كربونات النحاس، كربونات الحديد وهكذا، ما عدا كربونات الصوديوم انها تنصهر ولا تنحل. اكتب معادله تفاعل داله على هذا التفاعل. طبعا اي معادله عندك اهمها السي يو سي او 3 كربونات النحاس الخضراء ساهموا عليه حراره، يعني بالتسخين تنحل حراريا الى سي يو او اكسيد النحاس الاسود ويتصاعد غاز ثاني اكسيد الكربون. اللي اكشف عنه ازاي يا ابطال؟ هكشف عنه بان نعمل ايه؟ بيعكر ماء الجير الرائق اللي يحول هيدروكسيد الكالسيوم ماء الجير الرائق الى كربونات كالسيوم اللي هي العكير. كيف تكشف عن غاز المتصاعد اللي هو ثاني اكسيد الكربون؟ نكشف عنه بان زي ما قلنا قبل شويه يعكر ماء الجير الرائق. أبنائي وبناتي طلاب الشهادة الإعدادية، استعرضنا اليوم بعض التفاعلات الهامة في الانحلال، انحلال الكربونات، كربونات الفلز أو كبريتات الفلز، وعرفنا أن كل انحلال بينتج عنه أكسيد الفلز ويتصاعد الغاز حسب نوع مادة الانحلال. لو كربونات يتصاعد غاز ثاني أكسيد الكربون CO2، طب لو كبريتات يتصاعد غاز ثالث أكسيد الكبريت اللي هي SO3. أعزائي أبنائي وبناتي، سعدنا بلقائكم ونرجو أن نكون أفدناكم. لكم التحية ولمصر الحب كله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبناءنا طلاب وطالبات التعليم الأزهري، لأول مرة